السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. اليوم نجيكم بوصفة كالعادة خفيفة ظريفة. وصفة طاوة بحالها ومحلالها. عندي هذه الكمية تاع الدجاج، طبعا بعد ما نظفته بالسكر والملح والليمون والماء، ماء فاتر، خليته مدة حتى راحت منه هذيك الزفارة تاعو. نمروا للخضار اللي عندنا. عندي بطاطا وكوسة أو كورجيت قطعتهم بهذه الطريقة، وعندي شرائح من البصل، عندي مقدار حبة كبيرة أو من البصل أو مقدار حبتين من البصل. البهارات اللي نحتاجوها دائما تمشي مع لي غراتان أو لي بلا اللي يجوا في الفرن، هي فلفل أسود، ملح، ثوم، نصف ملعقة من معجون الطماطم، شوية زعتر إكليل الجبل، وقرفة وكركم. هذه البهارات الأساسية باش نديروا طبعا الخلطة تاعنا. طبعا الزيت، تحبوا تحطوا زيت، تحبوا تحطوا سمن. انا عندي الزيت، راح نحط الزيت. شوفوا، الحين راح نخلط امامكم التتبيله تاع الدجاج او الدجاج والخضار مع بعض. فقط ملاحظه اللي يعني مزروبه صباح او عندها شغل او عندها طلعه، تقدر تعمل هذه الخلطه في الليل وتحطها في الثلاجه. بالعكس راح يزيد الطعم تاعها اكثر حلاوه، بدل ما تستعملها يعني مثل ما استعملتها انا على طول. انتي طبعا هذه نصيحه لكل اخت راح تجرب هذا الطاوه. ماذا بيها تعملها في الليل، طبعا بعد ما تغسلي مواعينك في الليل وتجي راح خلاص تغلقي باب المطبخ، تعمليها في الليل، تخلطيها وتغطيها بالالمنيوم وتحطيها في الثلاجه ليلة كاملة، وللغد فقط تفتحي عليها الفرن هكذا وتكون جاهزة باش تسهلي على حالك العمل. اذا راح نماريني الدجاج. اول شي راح ندخل البهارات والتتبيلة في الدجاج. طبعا انا حطيت القليل من الماء، القليل من الزيت، والبهارات اللي سلف وذكرتهم امامكم. اذا راح بديت انا الدجاج اولا، ثم الخضار كلهم نحطهم في هذا الريسيبيون، ونبدا نخلط بواسطه اليدين. انا لبست القفازات باش ما تزعجنيش البهارات. اذا خلطوا كل البهارات طبعا والخضر مع بعض، وننزلهم مباشره على طبعا الصينيه اللي تدخل الفرن. الصينيه انا حطيت لها القليل من زيت الزيتون، وبعدها حطيت فوقها شرائح البصل مثل ما شفتوا أجنحة، وحطيت الخضار اللي هي بطاطا وكورجيت أو بطاطا وكوسة. انتم الشيء المتوفر عندكم، تحبوا تزيدوا أو تضعفوا المقادير أو تقلوا المقادير، هذا الشيء يرجع لكم. اذا انا حطيت مثل ما راكم تشوفوا. الحين نستف فوق الدجاج، بعد ما حطيت الخضار نستف الدجاج من فوق بهذه الطريقة. هي من الافضل تجيب الدجاج ما تجيش باللحم هكذا، لانه الدجاج ما ياخذش وقت ويطيب، مو مثل اللحم يعني. نحطهم هكذا، والباقي من التتبيله اللي تبلنا بها نحطوها هكذا من فوق مثل ما راكم تشوفوا. هذه يعني خساره نرموها، فنروح نحطوها مثل المرق. راح من بعد تعقد معانا وتكون مثل المرق رائعه. مثل ما راكم تشوفوا انا راح نتخلص من القفازات الحين، ونجيب ورق الألمنيوم. ورق الألمنيوم نغطوا به البلات تاعنا أو طبعا الطبق هذا اللي يدخل الفرن، صينية الفرن مثل ما راكم تشوفوا. شوفوا شكلها، لو تعملوها ليلة قبل تجي أحسن، وإذا احتجتوها في المساء تعملوها الصباح حطوها في الثلاجة، تكون أحسن وأحسن. اذا مثل ما راكم تشوفوا انا نغطيه البلان، نحكم الاغلاق جيدا، وندخله في الفرن على 200 درجة مئوية من تحت ومن فوق في نفس الوقت، من تحت ومن فوق. وفقط نحسه طاب، يعني نشوفوا البطاطا طابت والكوسة والدجاج، نحي عليها طبعا ورق الألمنيوم، ونخلوه ياخذ تحميرة من فوق. هذا التثقيب طبعا باش تتنفس معنا الصينية تاعنا تاع الفرن. اذا نحطه في الفرن ونشوفوهم بعد على طبق التقديم ان شاء الله.
وها هي صينيتنا جاهزة، ما أخذتش أكثر من 25 دقيقة وهي جاهزة معنا. أنا رأيت أني نحطها نقدمها مع الرز أبيض، أنتم تحبوا تاكلوها مع خبز، مع برغل، مع يعني وش تحبوا. شوفوا كيف جات مجمرة ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني الخضر طيبة ماخذة تحميرة. نسقي أمامكم باش تشوفوا كيفاش طلعت معانا وما تغصش، مش ناشفة، فيها صوص، فيها قرمشة من فوق، من داخل طيبة، وفيها الصوص رائعة والله. نصحكم انكم تجربوها وراح تنبهروا بالطعم بتاعها. رائعة، جت رائعة رائعة صراحة. حتى للضياف يعني للضيوف تتحمر الوش. شهيتكم بالجنة ان شاء الله حبايب قلبي. والله جات رائعة، أنا ذقتها وجات رائعة، لهذا أنا أتكلم، يعني أتكلم عن تجربة. ذوقوها، اعملوها وذوقوها وتشوفوا النتيجة إن شاء الله. في الأخير ما بقى لي غير نقول لكم تمتعوا طبعا بهذا الطبق، طاوة بحالها ومحلالها مثل ما يقولوا اخواننا المغاربة. وإلى وصفة أخرى إن شاء الله. يلا مع السلامة.